تعتبر مشكلة المعلمين من أهم المشاكل التي يتحدث عنها المواطن في كثير من المحافظات، إلا أن محافظة مطروح بدأت بداية مبشرة وهادئة للعام الدراسي الجديد رغم وجود بعض الإضرابات. أنا لازم أعترف الأول أنه المعلمين لهم حقوق، ويجب أن ننظر إلى هذه الحقوق نظرة موضوعية، علشان أمور المعلم لما تستقر هتستقر العملية التعليمية. وبتصور أن ما قدم للمعلم حتى الآن من قبل المسؤولين هو جزء مقبول، أتمنى أن يتحقق الجزء إن شاء الله الباقي. أنا دايما بقول أن المعلم كاد أن يكون رسولا، ودي شهادة لازم نعترف بيها، وده له فضل في تعليم أبنائنا وأخواتنا. لكن أنا عايز أوجه رسالة الأول للمعلمين، أقول إذا كان المعلم بيلجأ إلى إضراب، ما ننساش أن له ابن وأخ وقريب طالب عايز يتعلم، وما يجيش هذا الإضراب على حساب تعليم الأولاد أبنائنا وبناتنا. فيما يتعلق بمطروح، خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتت أنا تفقدنا المدارس ومرينا عليهم. أنا عندي فعلا إضراب في بعض القطاعات. مدينة الحمام امبارح كان فيها إضراب ل 28 مدرسة من 38 مدرسة. مدينة العالمين 10 مدارس من 20 مدرسة. توتال المدارس اللي كان فيها إضراب حتى أمس كان 38 مدرسة من إجمالي 555 مدرسة على مستوى مطروح. هذا الرقم برضه 550 مدرسة كبير، والحمد لله أنا شايف إن في استقرار نسبي، وبالتالي بقول إن عندي نسبة الدراسة مستكملة فوق 90% من المدارس. لو بصيت من ناحية أخرى موضوع الكتب، يعني بقول إن هذا العام أفضل بكثير جدا جدا عن الأعوام السابقة. وصل حتى الآن واستلم الطلبة من أبنائنا وبناتنا ما يوازي فوق 90% من الكتب للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وقد يصل إلى 75% إلى 80% من كتب الثانوية. أما المدارس التعليم الفني فوصل متوسطها سواء فني تجاري أو زراعي ما بين 70 إلى 80%. أتمنى إن شاء الله، وده اللي أنا بأكده مع المسؤولين عندي في مطروح، أن ترتفع نسبة تسليم الكتب إلى أكثر من 100% إن شاء الله بنهاية هذا الأسبوع في منتصف الأسبوع القادم. بالنسبة للمعلمين، أنا عقدت هنا في ديوان عام المحافظة الأسبوع قبل الماضي مع بعض المسؤولين من المعلمين، وإن شاء الله أنا عندي مؤتمر آخر يوم السبت القادم الساعة 11 هيحضر فيه مدير التربية والتعليم وبعض المدرسين ورئيس نقابة المعلمين في مدينة مطروح. نتناول بالنقاش ايه المستجدات الفترة القادمة، وان شاء الله انا اطمع في عام دراسي متميز عن العام السابق. يثير العام الدراسي الكثير من المشاكل، ولكن نتمنى لأبنائنا الطلاب عام دراسي هادئ ومختلف بعد ثورة 25 يناير. من أمام مبنى ديوان عام محافظة مطروح، علاء شرف لبرنامج هنا الإسكندرية.